لو أنت بتحتار بين Shaco Ability وAttack Damage وإمتى تلعب ده وإمتى تلعب ده، وإيه الفرق بين ده وده، هاشرح لك كل ده دلوقتي. خلّينا نبدأ بShaco الAttack Damage لإن أنا دايمًا بافضّله، وأنا باتكلم هنا على الJungle، يعني في الJungle دايمًا بافضّل Attack Damage لإنه أقوى في الearly، جنجاته مفيدة عكس الAbility Power في الearly، يعني الAbility Power حلوة جدًا في الlate، حلو في الteam fights لمّا تبدأ تحط البوكسات بتاعتك والclown يبدأ يشتغل، لكن في الearly game دايمًا Attack Damage بيكون أفضل. تلعب ability في حالات معيّنة هاقول لكم إمتى دلوقتي. نبدأ بالباسيف، هاشرح السكيلات كده في السريع. الباسيف بتاعك هو إن أنت كل ما بتضرب الenemy من ضهره الدمج بيكون عالي. نشرحه دلوقتي بالضبط. دلوقتي أنا باضرب من وشه 119، طب ضربته من ضهره 155. الQ بقى هنا مهمة جدًا، جدًا إن أنت تفهم اللي فيها. الQ أول ما بتختفي، طول ما أنت مختفي أو الauto attack بتضربها بدمج عالي، وأنت مختفي، يعني لو أنت فضلت لحد ما تظهر أنت كده ما استفدتش بالQ غير إن أنت اختفيت بس. فأنت دلوقتي تضرب Q، لو ضربته من وشه ب187، أعلى من الضربة العادية بشوية. طب لو ضربته بقى من ضهره وده الأهم، 358، بتطلع critical بدمج عالي جدًا. يعني تخيل كده لمّا الضربة العادية بتاعتك 119، أمّا دي 358، 3 أضعاف وزيادة. فدي أهم حاجة، طول ما أنت مختفي حاول تضرب الenemy من ضهره، غفّله بمعنى أصح. فالQ تستخدمها وأنت بتلعب attack damage، دي أهم حاجة، وخلّي بالك بتmax Q لو بتلعب attack damage بعد كده E، أمّا لو بتلعب ability بتmax W E Q عكس بعض يعني. فهي دي الQ، تختفي تضرب أول auto attack من ضهر الenemy، تركّز ما تستعجلش فيها لإن هي دي أهم حاجة. لو ما استغلّيتش الQ وأنت مختفي إن أنت تضرب أول auto attack من ضهر الenemy أنت كده مش هتطلّع الدمج المتوقع بشكل. نيجي للW، وهي الW إن أنت بتحط box، الbox ده بيبقى موجود كده مختفي، بيختفي بعد ما بتحطه بثانية، يعني أول ما بتحطه بيكون ظاهر بعد كده يبدأ يختفي، ما بيظهرش غير لو حد معاه Oracle أو Control Ward. فايدته إيه؟ إن هو أول حد بييجي يخش الrange بتاعه بياخد fear لمدة نُص ثانية، وبتزيد لثانية ونُص لو أنت عامل max للW، وبيفضل يضرب فيهم لمدة 5 ثواني. الدمج ده بيكون magic damage، يعني ability power مش attack damage. فأنت لمّا بتلعب attack damage الدمج بيكون ضعيف جدًا، بس بتستخدمه كفير، يعني أنت ممكن تستخدمه attack damage إن أنت تعمل fear للenemy، يعني ما تعتمدش على damage وخلاص طول ما أنت بتلعب attack damage. نيجي للE، والE هي إن أنت بتحدف سكينة كده، السكينة دي بتعمل slow وبتعمل magic damage. الدمج ده إمتى بيزيد؟ لمّا بيكون الenemy HPه أقل من 30%، كل ما HPه أقل تطلع بدمج أعلى، يعني في الأول طلع ب100 وحاجة دلوقتي ب280. فهي الE حاول تخلّيها للآخر، يعني أنت دلوقتي داخل على الenemy اضرب كل حاجتك والignite بدري، وأمّا ييجي يجري تروح جاي مدّي له الE 363. لكن لمّا تضربها وهو full HP بتيجي بقليل أوي، يعني شوف دلوقتي طلع ب363، استنى أمّا يبقى full HP 174. فهي دي أهم حاجة في الE. الR طبعًا إزاي تحرّكها بقى وإمتى تضربها. الR ليها لازمة كويسة جدًا، إن أنت لو في حد بيضرب عليك حاجة معيّنة، يعني أنا دلوقتي بالعب attack damage مش محتاج إن أنا أطلّع الكلاون بدري. دلوقتي أنا اختفيت ماشي، في ضربة tower جاية مثلًا خلاص خدت الكلاية، بادوس R لغيت ضربة الtower، تمام. أنت اللي بتحدد تروح فين بعد ما بتدوس R. يعني مثلًا فيها تريكاية كده برضه قليل اللي يعرفها، إن أنت تقدر تعدّي بالR من ورا الحيطة، زي هنا، يعني أنا دلوقتي واقف هنا، أنا ممكن أدوس R في أي حتة، بس أنا لو حددت إن أنا أدوس R هنا، شُفتوا أنا بقيت فين والكلاون بقى فين؟ مهمة أوي الحتة دي. في تريكاية برضه للR، لو أنت عند الدريك مثلًا وعايز تعدّي من ورا الحيطة، ولو ضربت Q هتاخد الدريك وتموت، بس أنت مش عايز تموت، أنت عايز تخلّي الQ تهرب بيها. فأنت ممكن تيجي عند يعني حيطة تكون رفيّعة ما تكونش تخينة، يعني أرفع مكان تيجي عنده وتقرّب من الحيطة جدًا زي ما أنت شايف كده، وتستنى وقت المناسب اللي أنت هتخش وتدوس R وتخلّي الماوس هنا، بُص زي كده. أنا عدّيت الحيطة بالR والكلاون هنا، وتضرب الsmite بتاعتك وبعد كده تخرج. تقدر تهرب بيها من أماكن كتير برضه زي هنا مثلًا، تقدر مثلًا تقرّب من الحيطة الenemy بييجي وراك تضرب R هنا، أنت بقى عدّيت الحيطة وتقدر تجري بقى عادي. إزاي بقى تحرّك الكلاون؟ ليه طريقتين. أول طريقة هو إن أنت بعد ما تنزّل الكلاون أنت بتتحرك بكليك يمين، أمّا الكلاون تحرّكه بالR، يعني أنت تدوس R تاني مكان ما أنت عايز تحرّكه، تفضل تدوس R بقى في المكان اللي أنت عايز تحرّك فيه الكلاون. تقدر تحرّكه بالماوس برضه، بس تدوس control، يعني أنت دلوقتي طول ما أنت دايس control الكلاون اللي هيتحرّك بالماوس مش أنت، تدوس كليك يمين برضه بس الكلاون اللي بيتحرّك في الوقت ده. الكلاون بقى بيعمل إيه وإيه لازمته؟ لو أنت بتلعب attack damage بيضرب معاك بنسبة 60% auto attacks، أمّا لو بتلعب ability ده اللي بيكون أفيد طبعًا، بيضرب لمّا بيفرقع فيهم. يعني أنت لو بتلعب ability لمّا بيفرقع فيهم بيعمل magic damage، وليه range معيّن ما بينفعش يبعد عنك أكتر من كده، يعني شايفين هو فين. أنا بقيت دلوقتي هتلاقي range متحدد أهو، فأنا لو جيت هنا هو بييجي معايا، بيفرقع في الenemy بيعمل magic damage وبيعمل لهم fear لمدة ثانية، وال3 boxes دول بيفضلوا يدمجوا زي ما أنت شايف كده. تقدر بقى تضحك على الenemy إن أنت مثلًا تضرب في الenemy، أول ما تدوس R تخلّي الكلاون هو اللي يتحرك. في الوقت ده دي يعني
90% هتنجح معاك، الenemy هيتوقع إن أنت اللي بتجري، فأنت لو له HP أو عايز تخلّي الenemy يبقى محتار يضرب في مين، فأنت أول ما بتدوس R تخلّي الكلاون هو اللي يبدأ يتحرك، يعني تدوس R وثابت مكانك وتحرك الكلاون، يبدأ هو يجري ورا الكلاون على أساس إن ده شكله الحقيقي، وتبدأ أنت بقى تضرب فيه وهو متجاهلك تمامًا. فدي دايمًا هتلاقيها بتنفع معاك معظم الأوقات، إمتى تلعب بقى ability وإمتى تلعب attack damage، طول ما أنت jungle الأفضل damage، بس في حالة إيه، إن ما فيش قصادك تانكات، يعني لو تانك واحد مش مشكلة، لكن تانكين أو أكتر اوعى تلعب attack damage، لإن في الحالة دي أنت كده هتضيّع نفسك، لإنك مش هتطلّع damage عالي عليهم، ومش هتone shot حد، ومش هيكون ليك لازمة. فالحالة دي أنت تلعب ability. إمتى برضه تلعب ability لو قصادك مثلًا طب ما فيش تانكات قصادك، بس الteam بتاعك كله attack damage. فأنت لو لعبت attack damage هتبقوا 5 attack damage الenemy هيجيبوا armor خلاص أنتم ضِعتوا. الحالة دي برضه تقدر تلعب ability. دول الحالتين اللي تلعب فيهم ability. غير كده دايمًا الattack damage في الjungle أفضل، لإنه بيخلّي الجيم أسهل في الearly بجنجاته السهلة. الrunes هي الHalo of Blades. أمّا الitems تبدأ أول item هو الGlyph ده الpassive بتاعه هو بعد ما بتختفي أو أي حاجة بتستخدمها أول ضربة بتيجي بdamage عالي، وده طبعًا في passive Q بتاع شاكو مش محتاج بقى أقول لكم الitem دي مهمة قد إيه. تاني item وهي الvoltaic لإنها أول auto attack بتعملها أنا شرحتها قبل كده، أول auto attack بتعملها بتطلع بdamage عالي وبتعمل slow للenemy فبرضه بتشتغل مع passive Q. تالت item بتكون الcollector ودي طبعًا عشان خاطر الpassive بتاعها بيعمل execute عند الHP 5% بتاع الenemy وفيها attack damage والليثاليتي وcritical. رابع item هي الinfinity edge من هنا بقى أنت تبدأ one shot أي حد squishy اللي هو بيموتوا بسهولة حرفيًا one shot يعني auto attack واحدة ممكن تموت أو 2 auto attack لو أنت مش behind. آخر item هي الlord dominate فيها برضه critical وdamage وarmor penetration عشان لو في tank أو حد جايب armor أو كده، والجزمة بتكون الswiftness عشان تكون سريعة. هي دي أفضل build دايمًا أنا بالعب بيها وما باغيّرهاش طول ما ما فيش قصادي تانكات أو عايز ألعب attack damage وone shot، واللي بيتفرج عليّا طبعًا بيشوف جيمي وبيشوف الone shot اللي باعمله. فبس كده، ولو عايزين نشرح ability باور بتاع شاكو قولوا لي في الكومنتات، ولو عايزين شرح لأي حاجة تانية ممكن تكتبوها برضه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت تشجعني فيه أو تقول لي إيه اللي عجبك أو إيه اللي ما عجبكش. وبستريم يوميا من الساعة 10 لحد الصبح على تويتش والتيك توك الاسم على الشاشة فارس جيمنج 500 وشكرا.